السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في هذا المقطع باش نتناول فيه التنبيه على خطأ يقع من كثير من المترشحين في دورة اليسار. بالطبيعة في دورة اليسار من المعلوم عند الناس الكل انه ناخذ الامبلاسمون صحيح، بحيث الجنب متاع الكهرباء يكون في اللاكس كيما هكا. اذا كان اللاكس باين فبها ونعمت، اذا كان مش باين نتخيل نقسم الكياس المعبد، نتخيل فما مديان هنا ونتبع الامبلاسمون الصحيح بعد أخذ الاحتياطات اللازمة فيما يخص المراقبة بالمرايا العاكسة للرؤية الداخلية والخارجية في دورة اليسار. زوز نخزروا الداخلانية والبرانية، و نحطوا ضوء تغيير الاتجاه. على فكرة الشيء بالشيء يذكر، راهو في أي كل تغيير اتجاه راهو نخزروا المراية قبل ضوء تغيير الاتجاه، عكس المتداول عند الناس يحط ضوء تغيير الاتجاه ومن بعد يخزر المراية. هذا يناقض اللوجيك انه انا نخزر، انا عندي النية متاع تغيير الاتجاه، نخزر المراية. اذا كان فما شيء في تحقيق السلامة يجبرني اني ما ندورش ولا ما نغيرش اتجاهي، ولي ما نحطش ضوء تغيير الاتجاه. واضح؟ باهي نرجع لموضوعنا. كما هنا قلنا خذينا لومبلاسمون صحيح، خذينا الاحتياطات اللازمة. هنا في المفترق هذا كانت بين تلاحظوا فما فسح مجال من الجهة اليمنى صحيح. احنا عنا الأولوية على اللي جاي منا، ولكن حبذا ردوا بالنا كيف هنا فما ذي عنده بلاكة. إذا كان ماشي طول نحن نتعداه قبل. اللي يهمنا لهنا المقابلنا، فذهن المترشح يركز كان على المقابله ويتلاشى وينسى التراجكتوار متاعو. راه ما يكفيش اني نثبت كان في الاولويه مقابلني، هنا ما مقابلني شيء، ولكن شوفوا لاحظوا المترجل هذا، يعني لازم كودوي لهنا في التراجكتوار وفي الثنيه اللي باش نزع معنا باش نمشي لها الدوره هذه، لازم نشوف اش فيها من مشاكل. لاحظوا هنا فما مترجل ينوي قطع الطريق هاكا، حد الان مازال باين. ناخذ بعين الاعتبار بالرغم اني مقابلني حتى شيء او بعيد، هذا يعني ديستانس بعيده برشا. فهنا نقفوا ديجا هذاك باش يقف على اليسار يعني بعيد برشا، نقفوا من اجل هذا المترشح. واضح؟ هذا التنبيه اللي حبيت ننبه عليه. ان شاء الله بالنجاح والتوفيق لجميع مترشحين المسجلين لدينا في مدرسة عرف الهدى الثاني، وكذلك بقية المترشحين اللي تابعوا فينا على قناتنا. والسلام عليكم ورحمة الله.